حبايبي ابطال اولى اعدادي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنكمل النهارده ان شاء الله يونت 9 كامله بشرح في الفوكاب والجرامر وكل التفاصيل ان شاء الله. ومعايا عنوان الوحده بيتكلم عن ايه؟ making it myself. يعني ايه كلمه making it myself؟ يعني صنعها بنفسي او اصنعها ايه بنفسي. الفعل make فعل بمعنى يصنع، وعندي ضمير منعكس اللي هو myself اللي هو بمعنى ايه؟ بنفسي. ونبدا اليونت مع بعض بلسن 1 و 2. بيتكلم عن lesson 1 بيتكلم how to make فلافل ساندويتش، ازاي نعمل ساندويتش ايه؟ فلافل. lesson 2 الدرس الثاني بيتكلم عن everyday activities، الانشطه الايه؟ الانشطه اليوميه. اول كلمه معايا بيقول لي كلمه chopped بمعنى مفروم او مقطع. لو جينا نقول عندي كلمه cut cut ده فعل بمعنى ايه؟ يقطع، ولكن يقول لك زي cut trees يقطع اشجار، يقطع اشياء ضخمه. اما لو هقطع الخضروات بنقول عليها chop. وكلمه cut لها معنى تاني، فعل بمعنى ايه؟ فعل بمعنى يجرح، واسم بمعنى الايه؟ الجرح. عندي كلمة صوص اللي هي الصلصة أو الإيه؟ أو الصوص زي صوص الطماطم أو أي نوع تاني. يطوي أو يثني، يتني الشيء اسمها fold. في كلمة تانية كان اسمها إيه؟ بند بمعنى يثني، زي يقول لك bend your knee، يتني ركبتك، يتني ركبته يبقى bend ايه؟ bend your knee. بفولد بمعنى يطوي او يثني. وعندي كمان كلمة bend. كلمة spoon بمعنى معلقة، spoonful ملء الايه؟ ملء المعلقة. المخللات اسمها pickles. عندي طحيني اللي هي الطحينه اللي بتتصنع منين؟ من السمسم، اسمها طحيني. نيجي للديفينيشنز، التعريفات. اول كلمه بيقول لي spoonful ملء المعلقه او معلقه كبيره، اللي هي عباره عن ايه؟ يقول لي the amount هي كميه that fits in a spoon بتلائم معلقه كامله، يعني بتملى المعلقه كلها، يبقى اسمها spoonful ملء الايه؟ ملء المعلقه. عندي صوص اللي هي الصلصه، يقول لي a thick liquid عباره عن نقول ليكويد بمعنى سائل ايه؟ سميك. served with food وفور flavor بيتقدم مع الطعام من اجل ايه؟ تغيير النكهه او من اجل نكهه اضافيه، يبقى ده اسمه الصوص. عندي الطحيني اللي هي الطحينه، هو صوص made from sesame seeds مصنوع من بذور الايه؟ بذور السمسم. نقطة رقم 4 عندي كلمة fold بمعنى يطوي أو يثني. يقول لك to bend، لسه قايلين كلمة bend بفعل بمعنى إيه؟ يثني something over itself. يبقى fold أتني الحاجة على إيه؟ على نفسها. معايا ورقة إن أنا أتنيها اتنين، يبقى fold a paper. النقطة عندي pickles مخللات. vegetables معنى خضروات kept in salty or vinegar water محفوظة في مياه ملحية أو إيه؟ أو مياه الخل أو الخل نفسه، يبقى ده بنسميها الإيه؟ البيكلز المخللات. كلمة chopped مقطع أو مفروم. cut into small pieces قطع القطع إيه؟ قطع صغيرة، يبقى دي اسمها chopped. نكمل. عندي كلمة little بمعنى قليل. عندي كلمة little LITT اللي ده بمعنى إيه؟ بنقول قليل ولا يكفي، بيجي وراها اسم لا ايه؟ لا يعد. اما little قليل ويكفي تيجي مع الايه؟ الكمية مع اسم لا ايه؟ لا يعد. عندي كلمة تانية اسمها few وافيو، عندي الاتنين بمعنى ايه؟ قليل. الاولانية قليل ولا يكفي، التانية افيو قليل وايه؟ ويكفي، وبيجي وراهم اسم ماله؟ اسم يعد، بتيجي مع العدد. يبقى little وايه؟ واليتل بيجوا مع الايه؟ مع الكميه. افيو بيجي مع الايه؟ مع العدد، اسم يعد. little قليل ولا يكفي، little قليل وايه؟ ويكفي. فيو قليل ولا يكفي، افيو قليل وايه؟ ويكفي. عندي كيوكمبر الخيار، كيوكمبر الفلافل مقلي فرايد. في كلمه ثانيه اسم بنقول عليها جريلد. يعني كلمة grilled يعني مشوي، يعني عندي فرايد مقلي أو محمر، grilled بمعنى مشوي. رغيف اسمه لوف، لما باجي أجمعها الأو إيه تقلب الإف إلى في وأضيف لها إي إس بقت لوفز، أرغفة من الخبز. إحنا عارفين إن الخبز ما بيتعدش، بيتجزأ، يبقى لوف أوف بريد أو لوفز أوف بريد. عندي قطعة بيس، الجمع بتاعها بيسز قطع، ودي أداة تجزئة زي كلمة إيه؟ أبت بمعنى قطعة أو إيه؟ أو كسرة من الإيه؟ من الشيء.
يسكب أو يصب اسمها بور. بور. عندي مستعد أو جاهز. ريدي. ريدي. البذرة اسمها إيه؟ سيد. لسه قايلين سيسم سيد اللي هي بذرة الإيه؟ السمسم. حلو المذاق نقول عليه سويت. عندي يشغل تيرن أون. التضاد بتاعها طبعا بنقول إيه؟ يبقى تيرن إيه؟ تيرن أوف بمعنى يطفئ. يبقى يشغل تيرن أون، يطفئ تيرن إيه؟ تيرن أوف. عندي يضيف add الطاقة نقول عليها إيه؟ energy. finally في النهاية أخيرا. عندي صحي. الصحة اسمها health. صحي healthy منظم organized. عندي يضع أو المكان نفسه بنقول عليه place. يبقى يضع كفعل وفي نفس الوقت اسم. عندي عملية process وفعل بمعنى إيه؟ يعالج. كلمة بروسيس فعل بمعنى يعالج وعملية إجرائية تحتاج لسلسلة من الخطوات إما بروسيس. في كلمة تانية اسمها operation. كلمة operation بنقول عليها إيه؟ عملية جراحية. عملية إيه؟ جراحية يبقى اسمها operation إما بروسيس. سلسلة هي عملية إجرائية تحتاج لسلسلة من الإيه؟ من الخطوات. ساندويتش. ساندويتش اللي هو الساندويتش نبات السمسم. سيسم. عندي لذيذ يبقى إيه؟ تيستي. زيها زي كلمة delicious. كلمة delicious بمعنى إيه؟ بمعنى لذيذ. ماشي هي تيستي. نكمل. عندي كلمة crunchy إيه؟ مقرمش. مقرمش. كان في كلمة اسمها crispy. crispy. crispy بمعنى إيه؟ مقرمش. تمرين أو تدريب اسمه exercise. exercise. أو ممكن بردك يتدرب اسمها train. train بردك بمعنى إيه؟ يتدرب. ماشي؟ وبمعنى تدريب. عندي training اللي هو التدريب. عندي نكهة أو مذاق. الفليفر. فليفر خاص. lettuce شريك اسمه بارتنر. بارتنر. الأطباق. الطبق بشكل عام بدون تحديد نوع بنقول عليه ديش. الطبق لو مسطح بنقول عليه ايه؟ بليت. طب لو سلطانيه غويطه بنقول عليها بول. BOWL. عندي كويك سريع. الصوص مكرره او السلطه صوص. حار سبايسي قوي ايه؟ سترونج. الخل نفسه بنقول عليه ايه؟ فينيجر. نكمل. عندي الافعال. كلمة بند يطوي أو يثني. لسه قايلين فولد يبقى بنت التصريف الثاني. بنت التصريف الثالث. عندي باي. بوت. بوت الجي اتش صحيح لما بتنطقش. كات زي ايه؟ زي ما هي. do did done. الناس تهتم بالتصريف الثالث اللي هو الباست participle عشان خاطر الايه؟ عشان خاطر زمن المضارع التام وزمن الماضي التام. عندي eat ate eaten eaten make made زي ما هي. sell sold. السينونيم والانتونيم. عندي يضيف add. كلمة include بمعنى ايه؟ يشمل او يتضمن. يشمل او يتضمن معناها include. اما mix بمعنى ايه؟ معنى يخلط. جميل. عندي remove يزيل او يحذف. exclude يستغني او يستبعد. fold يطوي. bend لسه قايلين بمعنى ايه؟ يثني. عندي عندي كلمة crease بردك بمعنى ايه؟ يطوي على نفسه. unfold معنى يفتح. straight بمعنى ايه؟ straighten بمعنى يمد. كلمة straight بمعنى مستقيم لما اجي احولها لفعل بتيجي بمعنى يمد او يفرد. عندي healthy صحي. fit بنقول يلائم او ايه؟ او فعل بمعنى ونقول كصفة بمعنى لائق بدنيا. well بنقول عليها معافى او بصحة جيدة. كلمة strong ايه؟ قوي. unhealthy غير صحي. sick مريض. weak ضعيف. كلمة quick سريع. fast سريع. rapid بردك كلهم بمعنى ايه؟ بمعنى سريع. slow بطيء. delayed متأخر او ايه؟ او كسول. عندي كلمة tasty لذيذ. delicious لذيذ في ايه؟ flavor يعني كثير الايه؟ كثير النكهة. tasteless بلا ايه؟ بلا طعم. ضل ممل او كئيب. كلمة turn on يشغل. switch on بردك بتيجي بمعنى ايه؟ يشغل. عندي start يبدأ. عندي turn off يطفئ. stop يتوقف. نيجي للسفكس والبريفكس.
البادئة واللاحقة. عندي كلمة health بمعنى الصحة، عايز أحولها لصفة تبقى healthy معنى صحي. taste يتذوق، عايز أقول مذاقه لذيذ يبقى tasty. chop يقطع، عايز أقول متقطع أحولها لصفة يبقى chop. ضعف البي ونضيف لها ed chopped، الed هنا بتنطق تي. عندي organize ينظم يبقى organized منظم حولتها لصفة. spoon اللي هي المعلقة، عايز أقول ملء المعلقة يبقى spoonful. كويك سريع حولها لي الادفيرب بتبقى ظرف يبقى كويكلي. فاينل نهائي عايز احولها لايه لادفيرب ظرف يبقى فاينلي. عندي هيلثي عايز اجيب الايه الانتونيم بتاعها التضاد بتاعها يبقى ان هيلثي. هابي جيب التضاد بتاعها يبقى ان ايه unhappy. ندخل بعد كده على الكولوكيشن متلازمات اللفظيه والبريبوزيشن حروف الجر والاكسبريشنز التعبيرات. لسه بنقول العيش ما بيتعدش، امال ايه اللي بيحصل له؟ بيتجزأ. عايز اقول رغيف من الخبز يبقى لوف اوف بريد. ده عايز اجمعها يبقى رغيفه من الخبز. لوفز اوف بريد تقلب الاف الى في، لسه قايلينها حالا LOAVES اوف بريد، أرغفة من الإيه؟ من الخبز. جميل، يبقى لوف أوف بريد رغيفه من الخبز، لوفز أوف بريد أرغفة من الإيه؟ من الخبز. كلاهما بوث أوف إيه؟ بوث أوف زم. ممتاز. كلمة بوث أوف زم دي دايما بيجي وراها إيه بقى؟ ده اسمه ضمير مفعول صح كده؟ يجي وراها فعل ماله؟ فعل جامع. تبقى بوث اوف زم بمعنى كل من او ايه او كلاهما. يقوم بعمل تمارين دو اكسرسايز. يطوي الخبز فولد ذا بريد. gets ready for يستعد ايه ليبقى منظم stay organized على مر الوقت. اسمها over time in many parts of Egypt في اجزاء عديدة كثيرة of من ايه من مصر. eat فلافل for breakfast. يبقى انا دايما خليك فاكر ان الوجبة نحط قبلها ايه قبلها for. هي الوجبات بتاخد at. جميل، بس انا بنقول ناكل لما اجي اذكر الوجبة هاكل ايه في الوجبة دي نستخدم حرف الجر for. يبقى eat فلافل for breakfast. مثلا نقول ايه eat rice and fish for dinner for ايه lunch وهكذا. عندي فلافل with tea and cheese، فلافل مع الشاي والايه والجبنه. دي المكونات اللي موجوده اللي انا هتناولها فين في الفطار. in the morning بنقول الفترات 3 أقسام اللي هي in the morning في الصباح، in the afternoon فين في الظهيرة، in the evening في المساء. دي اسمها فترات اليوم. لما أقول لك أوقات اليوم ممكن نقول dawn دي AWN تاخد حرف الجر at dawn في الفجر، at noon الظهيرة، at midday منتصف الإيه منتصف النهار. عندي كلمة إيه at night الليل. عندي midnight ده منتصف الإيه الليل. كلهم بياخدوا حرف الجر at. أما فترات اليوم اللي هي in the morning و in the afternoon و in the evening تاخد حرف الجر ايه ان. عندي make it at home يحضره فين في المنزل. put on a plate يضعه على ايه على طبق. fried فلافل بطاطس مقليه. give energy for يعطي طاقه لي. طحيني صوص. spoonful of pickles معلقه من المخللات. turn off favorite songs يشغل السائلين. turn on يشغل عكسها turn off يفصل. switch on يشغل switch off ايه يفصل. وكلمه switch بتيجي بمعنى الزر نفسه. عندي pour a little طحيني صوص يصب قليل من صلصه الايه الطحينه. ماشي. عندي بيقول لي الفرق ما بين الفعل ميك والفعل دو في استخداماته في المتلازمات اللفظيه. ماشي جميل. عشان نسهل على الناس بنقول دايما ان الفعل دو بستخدمه لفعل اشياء فعل انشطه ومهام روتينيه. يعني لما اكون بعمل نشاط او بعمل مهام روتينيه بعملها بشكل دوري ساعتها بستخدم الفعل دو. جميل. طب لو انا بنتج شيء او بخلق شيء جديد بعمل حاجه من اولها يبقى بناخد الفعل ايه ميك. يبقى دي هنا بنقول ايه انشطه عشان نسهل على بعض. انشطه ومهام روتينية. جميل. أما هنا بمعنى إيه؟ يصنع ويخلق شيء جديد. حلو. هنا يقول لك إيه؟ ميك ساندوتش. هعمل الساندوتش يا عم امبابة. هعمل ساندوتش فلافل. ميك كوفي. هعمل فنجان قهوة. make your bed أرتب السرير. make friends أكون صداقات. make a decision اتخذ قرار. make a mistake أعمل إيه غلطة. طب يلا do a job يقوم بأداء وظيفة. do work يقوم بعمل. do well يؤدي بشكل جيد. do cleaning يعمل التنظيف. ما التنظيف ده حاجة دورية. do إيه ironing اللي هو الكي إن أنا أكوي. يبقى do exercise يقوم بعمل إيه تمارين. جميل.
نكمل. عندي بعد كده السيكونس اللي هو التسلسل. لو جينا نسأل شخص عندي ايه الاعداد نوعين اتنين، اعداد يا طبيعيه يا اعداد ترتيبيه. العدد الطبيعي بنقول عليه 1 2 3 4 5 6. بالاعداد الترتيبيه نقول first second third fourth fifth. فمن ضمن الاعداد الترتيبيه دي بناخد حاجه اسمها السيكونس اللي هو التسلسل، بس ما بستخدمش كل الاعداد الترتيبيه الا على حسب عدد الجمل اللي موجود. دايما بستخدمها في زمن الماضي البسيط عشان تدل على حاجه في الماضي. لما اقول لك فيرست اولا ممكن نقول سكند ثانيا، ايوه ممكن نقول، بس في صيغ للتسلسل زي فيرست اولا ممكن نقول سكند صح. next ايوه then ثم after that بعد ذلك finally في النهايه. وفي كلمات زي subsequently و eventually في النهايه. وفي كلمات كتيره جدا ممكن نستخدمها فين في التسلسل. يبقى first و next و then و after that و finally. يقول لك use sequence word تستخدم كلمات التسلسل when you describe a process لما بتوصف عمليه or a step او خطوه ايه او خطوه ما. يقول لك استخدم كلمات التتابع لتوقيع ترتيب الافعال. لما باجي احكي قصه اقول فيرست اللي حصل الاول، نيكست التالي، زين ثم، افتر ذات بعد ذلك، وهكذا. تساعد هذه الكلمات كتابتك على ان تكون واضحه وسهله. بستخدمها في كتابه الباراجراف لسرد احداث القصه. ممتاز. يجي بعد كده المحددات، جاي يقول لي ايه؟ محددات العدد والكميه سهله جدا. يلا عايز اقول كثير، نقوم قايلين ميني، بس بشرط ميني بيجي وراها اسم يعد. ممتاز. ده ماتش كثير، بس بشرط يجي وراها اسم لا يعد. جميل. بكلمة فيو قليل، بس بشرط يجي وراها اسم يعد. ليتل قليل، يجي وراها اسم لا يعد. some موجودة مع اسم يعد واسم لا يعد. some بنقول ايه بقى؟ بتيجي في الجملة المثبتة، بتيجي في السؤال في العرض والطلب، وبتيجي فين؟ مع اسم يعد واسم لا يعد. لهم تاني، بتيجي مع اسم يعد واسم لا يعد، بتيجي في الجملة المثبتة، بتيجي في السؤال بس مش أي سؤال، العرض والطلب. would you like اقول لك would I bring you a cup of tea ممكن اجيب لك كوبايه شاي، او would you bring me a cup of tea ممكن تجيب لي كوب من الشاي. يبقى عرض عرض وطلب. ده بتاع كلمه any نفس القصه، تيجي مع اسم يعد واسم لا يعد. جميل. تيجي في الجمله المنفيه، تيجي في السؤال، وخصوصا اكتر اسئله بتيجي فيها هي السؤال بمعنى ايه؟ السؤال بمعنى هل. يبقى some تيجي مع اسم يعد واسم لا يعد، تيجي في الجمله المثبته، بتيجي في السؤال العرض والطلب. بتيجي مع اسم يعد واسم لا يعد، بتيجي في الجمله المنفيه، بتيجي في السؤال وخصوصا السؤال بمعنى هل. جميل. ممتاز. في كلمه اشمل من ميني وماتش، فاحنا بنقول ان عندي كلمه ميني وعندي كلمه ماتش، قلنا بيساويهم كلمه a lot of او lots of بمعنى الكثير من. a lot of و lots of بيجي ورا اسم يعد او اسم لا يعد الاثنين. جميل. نيجي بقى لنص القراءه. اول حاجه بيقول لي do all Egyptian families كل العائلات المصريه باي فلافل، بتشتري فلافل. تعال نشوف يا عم قصه الفلافل. ممتاز. يقول لك making a tasty and healthy فلافل ساندويتش، انك تعمل ساندويتش فلافل صحي ولذيذ. ماله؟ سكويك، انك تعمله بسرعه ما بيستغرقش وقت. يبقى هنا هنقول التسلسل السيكونس في طريقه عمل سندوتش الفلافل. فيرست يو نيد ا لوف اوف بريد، محتاج رغيف من الخبز. سام فرايد فلافل، بعض الفلافل المتحمره. سلطه اند طحيني صوص وصوص الطحينه. بوت ذا بريد اون ذا كلين بليت، حطها على طبق نظيف. then open it carefully، افتحه. and place 3 or 4 pieces of فلافل، وحط 3-4 قطع من الفلافل جوه رغيف العيش. inside add some chopped tomatoes، حط شويه طماطم مقطعين. cucumbers خيار and lettuce وخس. next تاني حاجه، شو واخد بالك من التسلسل؟ في الاول استخدم first، تاني حاجه استخدم next. pour little طحيني صوص، حط بعض الطحينه الصوص. and spoonful of pickles، ومعلقه من المخلل. finally في النهاية fold the bread، اطوي الخبز and enjoy your sandwich، واستمتع بالساندويتش بتاعك. many Egyptian love eating فلافل، المصريين كتير بيحبوا ياكلوا الفلافل for breakfast على الفطار. small shops المحلات الصغيرة
sell it early in the morning بيبيعوها الصبحية. in many parts of Egypt في أجزاء عديدة من مصر. some families بعض العائلات make it at home بتعملها في البيت every weekend كل أجازة. it gives the energy بتدينا طاقة for school للمدرسة for work للعمل. my favorite breakfast فطاري المفضل is فلافل with tea هو الفلافل مع التي and cheese والجبنة. my mom always says أمي دايما بتقول a good breakfast الفطار الجيد helps you start the day right بيخليك تبدأ اليوم صح. جميل. ده كان النص الاولاني بتاع القراءة بيتكلم عن مين ازاي نعمل سندوتش فلافل. جميل. نص الاستماع بيقول لي ايه؟ مروة is talking about her daily routine بيتكلم عن الديلي روتين اكتر موضوع بيجي في باراجرافات الاعدادية. ان كان اولى اعدادي تاني اعدادي تالتة اعدادي كان دايما عن الديلي روتين. حتى تالتة اعدادي كان محافظة الغربية جايب بردك عن الديلي روتين. and her family's chores والفروض المنزلية في المنزل لعائلتها. every morning كل صباح she makes her bed at 7 بترتب السرير الساعة 7 am صباحا. then gets ready for school بتستعد للمدرسة. after classes بعد الحصص she comes home بترجع البيت half past 3 p.m. بترجع الساعة 3:30 مساء. helps with some of her family's housework بتساعد في بعض شغل البيت بتاع عائلتها so that the home stays tidy البيت بيتنيه مرتب. مروة بتقول it's نادر the job دي وظيفة نادر to wash the dishes ان هو يغسل الاطباق and his help makes chicken shy ومساعدته خلت المطبخ بيلمع. sometimes they turn on his favorite songs بيشغلوا اغاني المفضله and listen to music وبيسمعوا مزيكا while doing the dishes وهم بيغسلوا الاطباق which makes the chore بيخلي الفرد المنزلي او الحاجه اللي هم بيعملوها دي more fun اكثر مرحا for both of them لكل منهم. مروه always finish her homework بتخلص الواجب بتاعها before 4 p.m. قبل الساعه 4 because she likes to stay organized بتحب تبقى منظمة. later لاحقا she spent 30 minutes قضت 30 دقيقة doing hair exercise تعمل تمارينها to stay healthy عشان تبقى بصحة جيدة and strong وقوية. and this routine has become her over time وده بقى روتينها على مر الوقت. نطبق على الشرح. أول سؤال معانا بيقول means vegetables kept in salty or vinegar water عبارة عن خضروات تحفظ في الماء المالح أو الماء بخل. عندي بيكلز مخلل، سلطة، صوص اللي هو الصوص أو الصلصة، باكيتس عبوة. أو الطبيعي هيبقى البيكلز المخلل. تاني نقطة معايا means the amount هي كمية that fits in the spoon تلائم أو تناسب المعلقة فنقول ملء المعلقة. كلمة hopeful متفائل، spoonful ملء المعلقة، bowlful ملء السلطانية، cupful ملء الفنجان. فطبيعي ملء المعلقة تبقى spoonful. نقطة رقم 3 is sauce made from sesame seeds مصنوع من بذور السمسم. عبارة عن صوص مصنوع من بذور السمسم فنقول طبيعي نقول عليها الطحينة اللي هي طحيني. كلمة صوص oil salad. نقطة رقم 4 means to bend something over itself أتني الشيء على نفسه يبقى يطوي. تشوب يقطع، فولد يطوي، قط يقطع، اوبن يفتح. تبقى طبيعي تبقى فولد. النقطة اللي بعدها means cut into small pieces يتم تقطيعه لأجزاء صغيرة. يبقى أنا أقول chopped مقطع، boiled مغلي، mixed مخلوط، folded مطوي. فأكيد تبقى chopped مقطع. is the thick liquid هو عبارة عن سائل سميك served with food for flavor بيتم تقديمه مع الطعام من أجل النكهة. فهنسميه هنسميه هنا الصوص اللي هي الصوص أو الصلصة. عندي كلمة طحيني اللي هي الطحينة، بيكلز المخلل، بترول اللي هو البنزين. نكمل. the tomatoes الطماطم and the cucumbers والخيار should be not before adding them to the falafel sandwich قبل ما نضيفهم لساندوتش الفلافل. يبقى بيطلب مني folded ان انا اطويهم، ولا bored ان انا اسكبهم، fried اقليهم، chopped اقطعهم. يبقى الطماطم والخيار اكيد طبعا chopped هيتقطعوا chopped. نقطة رقم 8 after adding the فلافل بعد ما نضيف الفلافل vegetables الخضروات and sauce والصوص أو الصلصة you should not the bread carefully. نعمل في الخبز بحرص. يبقى نقول يطوي fold. serve يخدم أو يقدم، fold يطوي، chop يقطع، mix. فاحنا قلنا
fold. نقطة رقم 9 I like adding a spoonful حب أضيف ملو المعلقة on نقط to my sandwich للساندوتش بتاعي to make it tastier عشان أخليه طعمه ألذ. أكيد بضيف طحيني pickles مخلل صوص صلصة طحيني اللي هي الطحينة. عندي medicine الدواء لا أكيد تبقى طحيني. نقطة رقم 10 you can add some نقط of the فلافل تضيفي على الفلافل to give it more flavor عشان أديله نكهة. أديها يبقى بيكلز أضيف بعض المخللات أويل زيت شوجر سكر بوتر ماء. نقطة رقم 11 بور نقط أوف طحيني أسكب من الطحينة on top of the فلافل على الفلافل before closing the sandwich قبل ما أقفل الساندوتش. يبقى عايز أقول طحينة ملو المعلقة يبقى ملء المعلقة اسمها spoonful. نقطة رقم 12 is the sesame paste that Egyptian often use in فلافل. يقول لك من السمسم that Egyptian often use in فلافل sandwiches المصريين بيستخدموه في سندوتشات الفلافل. فلسه بنقول لسه مكررينها اللي هي الطحيني. she carefully نقط the فلافل on the plate على الطبق يبقى وضعت يعني placed. كلمة بورد سكب تشوبد قطع بيكت التقط. نقطة رقم 14 بيقول لي put the sandwich حط الساندوتش on clean نقط before serving أحطه أحط الساندوتش على طبق يعني طبق مسطح بليت كاب فنجان سبون معلقة لوف رغيفة من الخبز. نقطة رقم 15 please نقط me some more water I'm thirsty أعطيني بعض الماء أنا عطشان. نبقى يقول لك من فضلك يسكب بعض الماء يعني pour me some water تشوب يقطع حرارة heat يسخن أو حرارة fold يطوي. نقطة رقم 16 making a falafel sandwich is a simple نقط that anyone can follow إنك تعمل سندوتش فلافل عبارة عن بسيط ممكن أي حد يتبعه. يبقى بنقول هي عملية تحتاج لسلسلة من الخطوات. يبقى كلمة process experiment تجربة معملية experience خبرة. كلمة الجورني بمعنى معنى رحلة. نقطة رقم 17 making a tasty فلافل ساندويتش إنك تعمل ساندويتش فلافل لذيذ is very يبقى بنوصفه إن هو يبقى quick كرانشي مقرمش سويت حلو فرايد is very quick عشان عندي كلمة very ده ظرف يبقى أنا محتاج منه الصفة يبقى أنا بيتعمل سريع جدا. رقم 18 you can add some hot نقط نضيف hard to make the فلافل tastier عشان نخلي الفلافل طعمها ألذ. يبقى هضيف بعض الصوص الحار. عندي النقطة رقم 19 طحيني is made from sesame مصنوع من بذور السمسم. بذور بنقول عليها seeds. كلمة pieces قطع loaves أرغفة. عندي plates أطباق. نقطة رقم 20 she not some pickles بعض المخلل and lettuce والخس to the sandwich يبقى يضيف يضيف يعني add يبقى she added some pickles. كلمة folded يطوي أو طوى الماضي منها placed وضع chopped قطع. نقطة رقم 21 I like فلافل that is not on outside حب الفلافل اللي بتبقى مقرمشة من بره. مقرمش يبقى crunchy spicy حار sweet لذيذ healthy صحي. عندي cut not into small pieces أقطعه لقطع صغيرة for the sandwich أقطع اللي يتقطع هنا الشجرة ولا الخيار ولا البذور ولا الطحيني يبقى tree شجرة cucumber أقطع الخيار seed بذرة طحيني اللي هي الطحينة. فلافل is made from ground chickpeas مصنوع من الحمص and fried يبقى بنقولها فلافل مصنوعة من يبقى رقم 23 ساندويتش فلافل ساندويتش is made from ground chickpeas and fried. عندي النقطة رقم 24 fold the bread and enjoy your sandwich اطوي اطوي الخبز واستمتع بالوجبة. يبقى ده في النهاية ده آخر خطوة من الخطوات أعمال الساندوتش. يبقى استخدم finally first اللي بشكل أولي final نهائي slowly ببطء. نقطة رقم 25 طحيني gives the فلافل delicious بيديني لذيذ. يبقى عايز أقول طعم تيست اختبار smile ابتسامة flavor نكهة favor معروف
يبقى flavor بمعنى نكهة أو طعم. 26 فلافل is not until it becomes golden and crispy لحد ما يبقى لونها ذهبي ومقرمش. يبقى الفلافل بيتعمل فيها إيه؟ أكيد بتتقلي، يبقى fried. baked تنخبز. folded يتم طيها. cut تتقطع. عندي النقطة رقم 27 eating فلافل with fresh vegetables إنك تاكل الفلافل مع الخضروات الإيه؟ الطازجة is very إيه؟ لذيذ يعني tasty أو delicious. اللي موجود هنا tasty sweet حلو، tasteless بلا طعم، expensive غالي. نقطة رقم 28 take a note of bread and open it carefully وافتحه بحرص before adding the فلافل. يبقى آخذ إيه؟ يبقى آخذ رغيف من الإيه؟ من الخبز. الرغيف بنسميه loaf of bread. كلمة بلاد بمعنى طبق. بيس قطعة. فاز الإفاز اللي هي الفازة. رقم 29 she kept all the ingredients حافظت على كل المقادير in the kitchen يبقى متنظمة يبقى organized. كلمة sweet حلو. crunchy مقرمش. spicy حار. organized منظم. نقطة رقم 30 some people like adding a little nut sauce يحبوا يضيفوا الصوص to their sandwich for extra taste الطعم إضافي. يبقى يحبوا يضيفوا إيه little إيه يبقى sweet اللي هو حلوة طعم حلو. little sweet sauce اللي هو صوص حلو. النقطة رقم 31 place 3 or 4 نقط أحط إيه 3 أو 4 وفلافل inside the bread يبقى أحط 3 أو 4 قطع يعني pieces. عندي كلمة بليتس أطباق. لوفز أرغفة. سلايسز بمعنى إيه؟ بمعنى شرائح. نقطة 32 you should add sugar to make the tea sweeter لا أضيف السكر عشان يخلي الشاي إيه حلو أو أكثر حلاوة. the synonym of add مرادف كلمة يضيف add. يبقى أنا عايز يخلط يعني mix remove يزيل exclude يستبعد fold يطوي. نقطة 33 will you help me to fold the sheet هتساعدني ان انا اطوي الاوراق. قال له the antonym of fold عايز مضاد كلمة ايه يطوي. fold مضاد بتاعها un ايه unfold. strengthen بمعنى يفرد او ايه او يمشي في خط مستقيم. mix يخلط ولا ايه وبي مع بعض. عندي كلمة 34 عندي النقطة رقم 34 eating fruits أكل الفاكهة and vegetables والخضروات every day كل يوم keeps you healthy بيخليك صحي. this means you will be ده معناه إن أنت هتبقى لائق بدنيا. fit unhealthy غير صحي. sick مريض. weak إيه weak ضعيف. النقطة اللي بعدها النقطة رقم 35 رقم 35 he gave a quick response أعطى رد سريع to the teacher question سؤال الأستاذ. كلمة quick معناها هنا rapid بمعنى سريع. slow بطيء. delayed متأخر. tasteless بلا طعم. نقطة 36 the train was delayed القطار اتأخر because of snow بسبب الجليد. it was really كان ماله كان بطيء جدا بطيء يبقى slow. كلمة on time في الوقت المحدد. organized منظم. fast سريع. نقطة رقم 37 عندي the chocolate cake كعكة الشوكولاتة is very delicious لذيذة جدا. delicious is close meaning to قريب في المعنى لكلمة يبقى delicious لذيذ يبقى طعمه لذيذ يبقى هتبقى flavorful طعمه لذيذ. عندي كلمة tasteless بلا طعم. ضل باهت أو كئيب أو ممل. sour بمعنى حامض أو حامضي. 38 بليز switch on stove يقول لك شغل الموقد اللي هو الفرن. it's cold here جو بارد هنا. don't forget to not eat before leaving ما تنساش تعمل ايه قبل ما تغادر يبقى يطفي. عندنا كلمة switch on بتساوي كلمة turn on و switch off تساوي كلمة switch off تساوي turn ايه turn off يبقى يطفئ يبقى turn off. 39 eating fresh vegetables every day كل يوم keeps you health يبقى انا عايز احولها لصفة يبقى healthy بتخليك صحي. افتلها واي عشان احولها لايه لصفة.
you should رقم 40 you should follow a healthy diet تتبع نظام غذائي صحي. the prefix form is the opposite of healthy مضاد كلمة healthy صحي أجيب التضاد بتاعها يبقى unhealthy غير إيه غير صحي. النقطة اللي بعدها he gave a quick answer أعطى إجابة سريعة to teachers question لسؤال الإيه الأستاذ. add the نقط ly to get the adverb of quick يبقى عشان أضيف ly يبقى أنا هنا حضفت suffix اللي هي لاحقة اللي هي نهاية الإيه نهاية الكلمة عشان أحولها لظرف. stir the mixture قلب الخليط with a wooden spoon بمعلقة خشب to form the adjective of the word spoon عايز أجيب الصفة من كلمة spoon أضيف لها spoonful أضيف لها ful. نقطة 43 الكولوكيشنز متلازمات اللفظية وحروف الجر preposition واكسبريشنز تعبيرات language جنوس الملحوظات اللغوية. السؤال بيقول different experiences تجارب مختلفة to keep fit أو لكي تكون لائق بدنيا هنستخدم يقوم بعمل تمارين. كلمة exercises هنا بمعنى تمارين مش بمعنى تجارب. تستخدم الفعل do different exercises to keep fit. نقطة رقم 44 يقول I bought 5 loaves ناخد حرف الجر of 5 loaves of bread 5 أرغفة من الإيه من الخبز. نقطة 45 she always cleans and not the kitchen shine after cooking يا ترى ناخد mix ولا بور يسكب ولا does ولا clean. نستنى نقول إيه and هي clean نضفت ما ينفعش أخد clean تاني إيه ولا does the kitchen لا كلمة بور هنا فعل بمعنى يسكب. اما makes the kitchen shine خلت المطبخ بيلمع after cooking بعد الايه الطبخ. نقطة 36 add طحيني صوص and نقط of pickles من المخلل to make your sandwich tasty عشان اخلي الساندوتش بتاعي طعمه ايه طعمه لذيذ. يبقى ملء المعلقة يبقى اسمه spoonful of pickles من المخللات to make your sandwich tasty عشان اخلي الايه ماشي عشان يخلي السندوتش طعمه لذيذ. 47 هي نقط 30 minutes 30 دقيقة doing her exercises to keep fit بتعمل تمارينها عشان تبقى لائقة بدنيا. يبقى أنا عندي فترة زمنية يبقى ناخد إيه وراه فعل مضاف له ING يبقى ناخد spend 30 minutes. لو كان خد take بنقول بيجي وراه الفعل فين بيجي وراه الانفينيتيف اللي هو الفعل فين الفعل في المصدر الفعل في المصدر. النقطة اللي بعدها رقم 8 It's easy not friends at school من السهل انك تكون صداقات. في قاعدة بتقول لي it's بيجي وراها صفة وبعد كده تقول فعل فين في المصدر يبقى to make. نقطة 29 بور نقط طحيني صوص on the فلافل to extra flavor بيقول لي اسكب ايه من الطحينة الطحينة ما بتتعدش يبقى انا عايز حاجة بتيجي مع اسم لا يعد وعايز اقول القليل اخد a little ولا few يبقى a little القليل من مع اسم لا ايه لا يعد اما few بتيجي مع اسم يعد. النقطة رقم 50 it's okay to نقط mistake خطأ but learn from them ولكن انك تتعلم ايه من يقوم بعمل خطأ بنقول عليها make a mistake. جميل. general exercise on lesson 1 و 2 على الدرس الأول والإيه والتاني. أول سؤال بيقول لي put the sandwich on a clean plate ضع الساندويتش على طبق نظيف before قبل ما تقدمه يقدم أو يخدم لسه كنا بنقول تبقى saving ولا ironing ولا removing ولا serving هنقول طبعا إيه serving. عندي كلمة saving بنسميها التوفير أو الحفاظ ironing الكوي removing الإزالة فتبقى serving. نقطة رقم 2 he gave a quick response to the teacher question أعطى رد سريع على سؤال الإيه المدرس. quick doesn't mean بيقول لي كلمة quick هنا مش معناها quick بمعنى سريع يبقى أنا عايز التضاد بتاعها يبقى عكس سريع يبقى بطيء ناخد كلمة إيه slow rapid سريع fast سريع speedy سريع. نقطة رقم 3 eating نقط healthy food تاكل طعام صحي makes health problem بيعمل مشاكل ايه صحية. يبقى انك تاكل طعام صحي ولا غير صحي قول طعام غير صحي يبقى unhealthy ايه unhealthy food. نقطة رقم 4 try to نقط well at school احاول اعمل ايه في المدرسة يؤدي بشكل جيد مصطلح على بعضه اسمه do well try to do well at ايه at school. النقطة اللي بعدها سؤال اكمل بيقول لي gets trying with التشورس اللي هي الفروض المنزلية make. مروة likes her daily routine بتحب الديلي روتين بتاعها and her families نقط وإيه بتاع عيلها
عيلتها every morning كل صباح. يبقى بتحب الايه، نقول الفروض المنزلية اللي هي بنقول عليها الايه، chores. جميل. every morning كل صباح she makes her bed at 7 a.m. بترتب سريرها الساعة 7 صباحا. then ready for school بتستعد للمدرسة، يستعد، فبنقول ايه get ready. يبقى gets ready for school. after classes بعد الحصص she comes home بترجع للمنزل at 3:30 الساعة 3:30 and helps وتساعد نقط some of her family housework تساعد في شغل البيت. يبقى يصنع أو يجعل تبقى makes. جميل. يبقى تالت نقطة تبقى makes. نقطة رقم 4 مروة says it's Nader's job وظيفة نادر wash the dishes إنه يعمل الأطباق and his help makes the kitchen shine. مساعدته بتخلي المطبخ يلمع. shine. النقطة اللي بعد كده energy الطاقة make يصنع أو يجعل breakfast الإفطار فلافل اللي هي الفلافل طعمية يعني lunch الغداء. أول نقطة معايا بيقول لي many Egyptian love eating مصريين كتير بيحبوا ياكلوا أول نقطة فكده تبقى الفلافل FALAFEL. المصريين بيحبوا ياكلوا الفلافل. some shops بعض المحلات sell it early بيبيعوا مبكرا in the morning في الصباح. many parts of Egypt في أجزاء كثيرة من مصر. some families بعض العائلات it at home every weekend في البيت كل مكان. يبقى يصنع لسه قايلينها make MAKE. it gives نقط for school تدينا طاقة للمدرسة. it gives طاقة لسه قايلين energy تدينا energy. نقطة رقم 4 يقول لك my favorite breakfast is فلافل الفطار المفضل فلافل with tea مع الشاي and cheese والجبنة. my mom always says أمي دايما بتقول a good نقط helps you start right day. يبقى إفطار جيد يبقى good breakfast إفطار جيد. تمام. النقطة اللي بعدها القطعة comprehension يقول لي my friend نادية صديقتي نادية and I met online تقابلنا على النت through photography websites عبر مواقع التصوير. we both love taking pictures احنا الاتنين بنحب نلتقط صور of nature للطبيعة. جميل. each day كل يوم we had to take a photo specific themes and share it. لازم نلتقط صور لمواضيع معينة ونتشاركها. we decided to start a 30-day photograph بدأنا نعمل تحدي لمدة 30 يوم together تحدي تصوير لمدة 30 يوم. take a picture every day ناخد صورة كل يوم. sharing them online نتشاركهم عبر الإنترنت. we enjoy the challenge استمتعنا بالتحدي and became close friends وبقينا أصدقاء مقربين. we continue through messages استمرينا عبر المراسلة chatting والدردشة. sharing our photos بنتشارك الصور and ideas والأفكار. even though وبالرغم من ذلك we live far إن إحنا بنعيش بعيد we feel connected through حسينا إن إحنا مترابطين through our common hobby عبر هواياتنا الشائعة of photography اللي هي التصوير. we knew that our friendship عرفنا إن صداقتنا was real كانت حقيقية and meaningful وليها معنى. تمام. أول نقطة معايا بيقول لي the underline word our. كلمة our اللي هي صفة الملكية. هتبقى ناديا's friend بتشير دي ناديا's friend أصدقاء نادية أصدقاء ناديا's family عائلة نادية. ولا نادية and her friend نادية وصديقتها نادية and her sister. هي قابلت مين؟ هي بادئة القصة أصلا my friend نادية and I أنا ونادية. يبقى ناديا's friend هنا بيقول لي نادية and her friend نادية ومين وصديقتها. نقطة رقم 2 بيقول لي the opposite of the underlying word start مضاد كلمة يبدأ عكسها ينتهي فطبيعي تبقى end. النقطة اللي بعدها أول سؤال بيقول لي do you think نادية and her friends are good friends هل تعتقد إن نادية وصديقتها أصدقاء مقربين؟ هنقول فطبيعي هنقول yes أيوة هم أصدقاء مقربين. ده ليه هقول yes عشان because they share a hobby. يبقى they share
hobby بيتشاركوا مع بعض إيه هواية اللي هي بنقول عليها الإيه الفوتوغرافي اللي هما بيتشاركوا هواية الإيه هواية التصوير. جميل. النقطة اللي بعدها النقطة رقم 4 بيقول لي إيه How does Nadia communicate with her friend؟ ازاي نادية بتتواصل مع ايه مع صديقتها. احنا لسه قايلين حاجتين اتنين يبقى through الرسائل messages and chatting هو الرسائل والايه والدردشة. بيطلب مني في السؤال رقم 5 بيقولي what is the main idea of the text الفكرة الرئيسية من ايه من النص. الفكرة الرئيسية بتتكلم عن ان الفريندشيب اللي هي الايه فريندشيب اللي هي الصداقة بدأت started through a challenge بدأت عبر ايه عبر تحدي. جميل. يبقى بيقول لي friendship started through a challenge ان الصداقة بدأت عبر ايه تحدي. اول سؤال معايا بيقول لي اول نقطة معايا في الرايت بتقول لي the color of the flower لون الوردة is bright ناعمة. يبقى انا عايز يبدأ بفلاورز يبقى ابدأ بكلمة flowers يبقى the flowers دي ابوستروف اس الايه اس الملكية the flowers color لون الوردة is bright bright نقطة رقم 2 آدم and نورا on his bag عايز يحط ابوستروف اس الايه اس الملكية. يبقى هنا بنتكلم ان الشنطة دي هنا دي ان الكلب ده ملك الآدم ومين ونورا. يبقى it's نبدأ ب it's آدم and نورا حط لها ابوستروف اس الملكية it's آدم and نورا's dog ده الكلب بتاع مين بتاع آدم ومين ونورا. النقطة رقم 3 I like that the cover of the book حبيت الكفر بتاع الايه الكتاب. يقول لي the book has a blue cover I like it يبقى الإجابة اللي احنا قلناها I like the cover of the book حبيت الكفر بتاع الايه كتاب. بعدها my sisters have a room upstairs يبقى عايز يحط ايه sisters وبعدها اس apostrophe يبقى it's apostrophe اس الملكية نقول ايه it's my sisters a room غرفة أختي. نقطة رقم 5 look at that tree بص الشجرة دي it leaves are falling أوراقها بتسقط. نقطة رقم 5 بنقول بقى the leaves اللي هي أوراق الإيه الشجر of that tree are falling عمالة بتسقط. جميل. السؤال اللي بعد سؤال الدايلوج قال لي علي and سارة are talking about food بيتكلموا عن الطعام. good morning صباح الخير يا سارة. what do you usually eat for breakfast بتاكل ايه عشان الفطار. قالت I usually eat فلافل tea and cheese يبقى بتاكل فلافل مع
مع الشاي، يبقى أنا نستخدم حرف الجر إيه؟ نستخدم حرف الجر with. يبقى eat فلافل with tea and cheese. قالت لها that sound tasty يبدو لذيذ. do you make it at home or buy it؟ بتعمليها في البيت ولا بتشتريها؟ قالت sometimes we make it at نقط. بنعملها فين؟ يبقى في المنزل، منزل home بنعملها في المنزل. and sometimes buy it from the shop بنشتريها من المحل. سألتها سؤال، قالت لها do you make فلافل ساندويتش؟ قالت لها first وبعد كده then، يبقى طلبت منها الخطوات، يبقى بس عن الكيفية أو الطريقة. يبقى how do you make إيه فلافل؟ إزاي بتعملي إيه؟ بتعملي فلافل. قالت لها first I take a loaf of bread باخد رغيف من الخبز. then I put some fried فلافل inside. do you add salad بتضيفي سلطة؟ قالت yes I add chopped tomatoes بضيف طماطم متقطعة. cucumber خيار and lettuce وخس. what about sauce والصوص؟ قالت I add a little tahini sauce and a lot of pickles. قالت sounds delicious. يبقى عايز أقول ملء المعلقة بمخلل، يبقى بنقول ملء المعلقة spoonful. هنشرح مع بعض النهارده جرامر يونت ايه يونت 9. عندي ابوستروفي اس الملكيه. اول نقطه معايا بيقول لي لو الاسم مفرد يبقى الابوستروفي هتبقى موجوده قبل الايه قبل الاس، زي ما يقول لي علي سكار سياره علي، يبقى انا عندي علي هنا مفرد يبقى الابوستروفي محطوطه قبل الايه قبل الاس. نقطه رقم 2 بيقول لي انك لو عندك اسم جمع، لو في اسم جمع يبقى الابوستروفي هتبقى بعد الايه بعد الاس. لما اجي اقول لك ايه students bags حقائب الايه حقائب الطلاب، يبقى الابوستروفي تتحط بعد الايه بعد الاس. يبقى لو الاسم مفرد الابوستروفي قبل الاس، لو الاسم جمع يبقى الابوستروفي بعد الايه الاس. طب لو انا عندي جمع غير منتظم زي كلمه children اطفال، هيجي يقول لك هتبقى الابوستروفي قبل الايه قبل الاس، يبقى بنسميه جمع غير منتظم، يبقى الابوستروفي هتبقى قبل الاسم. مثال تاني لما يقول لك women النساء، لما اجي احط بعدها ابوستروفي اس الملكيه الابوستروفي يتحط قبل الاس. لما يجي يقول لي من الرجال يبقى الابوستروفي يتحط قبل الاس. يبقى عندي رقم 3 الجمع الغير منتظم الابوستروفي تبقى موجوده قبل الايه قبل الاس. جميل. النقطه رقم 4 بيقوم قايل لي الجماد لا ياخذ ابوستروفي اس الايه الملكيه. لما اقول لك باب السياره نقول عليها ايه كار دور، ده اسمه باب الايه باب السياره. بس في نقطه بتقول لي ان انا ممكن استخدم مع المضاف اليه حرف الجر ايه حرف الجر اوف عشان يعبر عن الايه عن الملكيه. يبقى مثلا ممكن نعكس، يبقى احنا قلنا ده عندي كار حلو كده، ده المضاف اليه حلو، وبعد كده المضاف اللي هو الدور. نعكس نقول لك مثلا ذا دور اوف ذا ايه ذا كار اللي هو باب الايه باب السياره. الاثنين دول بيساووا بعض، وقلنا ان هنا استخدم اوف عشان تعبر عن الايه الملكيه، مفيش مشكله. النقطه رقم 5 عندي بيقول لي ايه، يجي يديني مثال يقول لي علي and احمد هاوس. يجي يسالني يقول لي هو البيت ده بيت مين؟ فبنقول الابوستروفي اس محطوطه بعد الايه بعد التاني. يبقى البيت ده ملك لمين؟ ملك لاحمد وملك لمين؟ لعلي، يبقى ملك الايه ملك الاثنين. يجي يقول لي مثال تاني ممكن يقوم قايل لي ايه عليز بعد منه ابوستروفي اس ملكيه and احمد's house. لو جينا نبص هنا في ابوستروفي اس الملكيه وفي هنا ابوستروفي اس الايه اس الملكيه، يبقى في هنا بيت ملك لمين؟ لملك احمد، وفي هنا بيت ملك لمين؟ علي. يبقى الاولانيه كل واحد فيهم الاولانيه الاثنين البيت الواحد ملكهم هما الاثنين. طب الثانيه البيت كل واحد منهم عنده ايه؟ عنده بيت. النقطه رقم 6 ابوستروفي اس الملكيه بيجي يقول لي ايه عندي الوظيفه. الوظيفة ازاي الوظيفة لو ضفنا لها ابوستروفي اس تحول الى الايه الى المكان. زي ما اقول لك ايه دينتست طبيب الاسنان، لما اضيف لها ابوستروفي اس بتبقى الايه اللي هي عيادة الايه
الطبيب لما اقول لك بوتشر ونروح ضيف لها اس تبقى مقصود بيها محل الايه؟ الجزارة. يبقى انا عندي بوتشر جزار، بوتشرز محل جزارة، كيمست صيدلي، كيمستس اللي هي الايه؟ الصيدلية نفسها. يبقى الوظيفة لو ضفنا لها بشرف اس بتتحول الى الايه؟ الى المكان. نكمل. الوظيفة لو ضفنا لها بشرف اس تتحول المكان. عندي اسماء، النقطة اللي بعدها النقطة رقم 7 بنقول ايه؟ اسماء الاشخاص التي تنتهي بإس. اسم الشخص لما بينتهي بإس زي ما أقول فارس. فارس ده أنا ممكن إيه أعمل بعد منه أبوستروفي إس وما أضيفلوش أي حاجة. ده الشكل التاني نقوم قايلين فارس، حلو، ونقوم رايحين ضايفين إيه؟ عندي أبوستروفي إس زيادة. يبقى فارس دي كده نعبر عن ملكية. عندي مثلا زي كلمة إيه؟ همس، نقوم حاطين بعدها بصرف اس الملكية، او تقوم رايح ضايف الاس. الاتنين بيبقوا ايه؟ الاتنين ايه؟ صح. يلا نطبق على الجرامر. اول نقطة معايا بيقول لي ايه؟ بيقول لي this desk belongs to Mary. الديسك ده بتاع مين؟ بتاع ماري. يبقى انا عايز يقول ايه؟ ماريز. يبقى هنا ماريز، هنا بعد منها بصرف اس الايه؟ الملكية. فنقول this is Mary's ديسك. This is Mary's desk. الديسك ده بتاع مين؟ ماري. يبقى عندي ابوستروف اس الملكيه، يبقى انا لازم يبقى فيه الاسم الايه؟ المملوك. جميل، مفيش مشكله. النقطه اللي بعدها عايز احط اوف عشان يبقى فيه مضاف اليه. يبقى we checked this beautiful building and repaired its roof. صلحنا ايه؟ صلحنا الروف. يبقى ده الشيء، يبقى المبنى ومنضاف له اللي هو الروف. يبقى هنبدا بالروف. يبقى جميل. يقول لك يبقى we زي ما هي checked this building and repaired the roof of it اللي هي صفة الملكية. يبقى عكستها، كلمة it أصلا عايدة على المين؟ على المبنى. جميل. النقطة اللي بعدها عندي رقم 3 my brother have a very nice friend. عنده صديق ايه؟ صديق رائع. يبقى عايز يحط هنا my brothers. يبقى نبدأ ب my brothers. يبقى my brothers friends are very nice. أصدقاء إيه؟ بيقول لك my brother's friend، إخوات أصدقائي مالهم، أو أصدقاء أخويا مالهم are very nice، هم إيه؟ لطيفين جدا. رقم 4 this street is strange. البيت ده يقول لك الشارع ده غريب. I don't know its name، مش عارف اسمه. عايز يحط إيه؟ عايز يحط of. يبقى هي يبقى this street، الشارع ده is strange، الشارع ده غريب. I don't know، أنا لا أعرف the name of it، أنا مش عارف اسمه. نقطة رقم 5 Tom and Sarah have a big house. يبقى نقول إيه؟ يبقى أنا عايز أقول لك this is Tom and Sarah's house، عشان البيت ده بيت واحد ملك الايه؟ ملك الاثنين. نقطة رقم 6 توم اند سارة have a big house. عايز يحط تومز اند سارة، كل واحدة عندهم بيت. يبقى زيها بس هنخليها جمع، نقول اسم إشارة جمع الايه؟ يبقى these are Tom's and Sarah's house. يبقى كل واحد منهم من توم وسارة عندهم ايه؟ عندهم بيت. I like this company ايه؟ لوجو. عايز يحط ايه؟ of. يبقى I like the logo of this company. حابب اللوجو بتاع الشركة ده. نقطة رقم 8 I watched this film I don't like its end. ما حبيتش ليه نهايته. يبقى زي ما هي. يبقى
watched this film. شاهدت الفيلم ده. I don't like the ending of it. حبيتش نهايته. نقطة رقم 9 I like fresh coffee. بحب الايه القهوة الايه الفريش. I like its smell in the morning. يبقى I like fresh coffee. أنا بحب القهوة الايه الفريش. I like the smell of it in the morning. النقطة رقم 10 بيقول the responsibilities of the teacher are important. عايز استخدم كلمة teachers يبقى نقول the مدرس the teachers responsibilities مسؤوليات المدرس مالها are important مهم. سؤال رقم 11 the table has a broken leg. الترابيزة ليها رجل مكسورة. عايز استخدم of المضاف إليه فنبدأ ب the table. the table المنضدة has a leg of it مالها الصفة بقى في الآخر broken مالها مكسورة. نقطة رقم 12 we visited the museum. زرنا الايه المتحف and admired its design. برضك عايز استخدم of يبقى زي ما هي يبقى we visited the museum and admired the design of it. جميل. نقطة رقم 13 علي اند عمر اون نيو كار. الاثنين بيمتلكوا سيارة جديدة يبقى هما الاثنين عندهم سيارة ايه؟ سيارة واحدة فنقول this is علي and عمر's car. دي سيارة علي ومين؟ علي وعمر. نقطة رقم 14 I like this phone's screen. أنا حابب الشاشة دي يبقى زي ما هي I like أنا حبيت يبقى I like ماشي I like the screen. حبيت الشاشة of the phone. ليه حبيت شاشة الايه؟ تليفون. نقطة 15 he enjoys music. استمتع بالموسيقى. he loves its rhythm. حابب الايه؟ الإيقاع بتاعها يبقى زي ما هي يبقى he enjoys music. يستمتع بالموسيقى. نحط نقطة he loves the rhythm. حابب الايه؟ الإيقاع of it. حابب إيقاعها. نقطة رقم 16 the role of the leader. دور القائد is important to him. يبقى أنا عايز يبدأ كلمة إيه؟ leaders يبقى the leader اللي هو القائد ونحط تصريف اسم الملكية. role اللي هو دور القائد ماله is important مهم جدا. نقطة رقم 17 the bicycle الدراجة has a damaged wheel. عندها عجلة ايه متدمرة. يبقى هنا هنقول عايز استخدم حرف جر اوف يبقى the bicycle الدراجة has a wheel. it has a wheel of it damaged. يبقى the bicycle has a wheel of it damaged. النقطة رقم 18 the window of the car is broken. نافذة مكسورة. يبقى عايز استخدم كلمة cars. يبقى the cars window نافذة السيارة مالها is broken مكسورة. نقطة رقم 19 this is the office. هو ده المكتب of the managers المدراء. عايز استخدم كلمة managers. يبقى نقول this is the manager office.
معانا الدرس الثالث والخامس والسادس بتاع يونت 9. الدرس الثالث بيتكلم a family occasion preparing for my cousin's birthday، مناسبة عائلية اللي هو التحضير لعيد ميلاد ابن عمي أو بنت عمي أو بنت خالي على حسب. نقطة رقم 5 let's talk، هي نتحدث. الدرس السادس بيتكلم عن instructions، عن التعليمات. عندي أول حاجة في الكلمات عندي كلمة لافتة أو يافطة أو بنسميها بانر أو لوحة إعلانية. بانر. الشخص الطاهي اسمه شيف CHEF شيف الطاهي أو رئيس الطهاة. يقلب على وجه الآخر بنسميها فليب. طازج بنقول عليه فريش. دقيقة minute. خليط mixture خليط يعني mixture. عندي كلمة spin بمعنى يدور spin يلف حوالين نفسه. celebration بنسميه احتفال. decorate يزين، الاسم منها الزينة decoration. عندي قائمة list أو يضع قائمة كفعل. qualifications اسمها المؤهلات. تيبل سبون اللي هي معلقة كبيرة ولكن دي هنا اسم. لسه كنا قايلين في الدرس اللي فات سبون فول بمعنى ملء المعلقة ولكن كصفة. كلمة بول بمعنى وعاء. قلنا الدش ده الطبق الكبير، بليت الطبق المسطح، البول دي السلطانية. كلين اب دي عملية التنظيف. هش او منفوش زي الفار وكده اسمه فلافي حاجة منفوخة. عندي فروت ثمرة فاكهة. عندي ميكس يخلط بتساوي كلمة بلند BLEND يخلط. عندي بورد بمعنى يسكب اللي هو يدلق. ستير عمال بيقلب. STIR سبيشال خاص أو مميز. نيجي لكلمة celebrate يحتفل، الاسم منها celebration. decorate يزين، الاسم منها decoration. المعلقة اسمها سبون، الشوكة اسمها fork. laundry الغسيل ودايما تاخد قبلها الفعل do the laundry يقوم بعمل الغسيل. mix يخلط ده mixed مخلوط. عندنا بنقول الميكستشر MIXTURE الميكستشر. كلمة ميكس يخلط، ميكسد مخلوط، ميكستشر ده بنسميه الخليط. عند الريسيبي اسمها الوصفة. كلمة سيك بمعنى سميك أو كثيف. سربرايزد مندهش أو متفاجئ. ingredients بمعنى المقادير. الريسيبي دي الوصفة اللي هي طريقة عمل الشيء. الحاجات اللي أنا بعمل بيها بقى المكونات اسمها ingredients. magnificent صفة بمعنى رائع أو مهيب. عندي كلمة scrambled بمعنى مخفوق أو مخلوط. unforgettable لا ينسى. عندي الديفينيشنز. أول حاجة في الديفينيشنز بيقول لي بانر لافتة أو لوحة إعلانية. بيقول لي a long piece of cloth قطعة من القماش مالها in which something is written مكتوب عليها شيء ما. يبقى اللوحة إعلانية مرسوم عليها أو مكتوب عليها شيء ما اللي هي بنستخدمها في الإعلانات. عندي flip بمعنى يقلب، يبقى turn over أقلب حاجة into a different position على موضع مختلف with a sudden quick move بحركة مفاجئة زي مثلا أنا أكون بطبخ ومعايا البان الطاسة وأقوم قالب الشيء، يبقى ده أنا كده flip over أو turn over. عندي fluffy hash soft ناعم لايت خفيف. containing air بيبقى فيه جواه هواء. هش منفوخ عامل زي الدبدوب بالظبط كده. عندي ingredients مقادير. things أشياء. items عناصر that are used together to make a particular dish عشان نعمل طبق محدد أو معين، يبقى دي اسمها المقادير. عندي كلمة arrive يصل arrive تاخد حرف الجر يصل لمكان كبير. أخد حرف الجر يصل إلى مكان صغير. عندي تشيدر جبنة شيدر. أخبز بيك شوكولاتة. الزبدة اسمها الباتر. قطع اتشر. عندي يطبخ كوك أو الطباخ نفسه. إما كلمة كوكر COOKER ده اسمها الطباخ. عندي edges الحواف. فليفور نكهة. جولدن ذهبي. عندي هابي سعيد. عصير جوس. لطيف نايس. زيتون اسمه اوليفز، زيت الزيتون بنقول عليه اوليف اويل. بانكيك فطار البانكيك. رمضان. رايز يرتفع او يزداد او ينهض. يندفع رش او يستعجل او يسرع. عندي كلمة شاوت يصرخ، ويصرخ في شخص ممكن ناخد حرف الجر شاوت بيزعق في شخص. سبايسز اسمها التوابل. كلمة سم بمعنى نحيف أو رفيع. لسه قايلين يقلب اسمها تيرن اوفر. هوم ميد مصنوع في المنزل. ده بالتوبنجز دي الإضافات. لو احنا مثلا بنعمل بيتزا بنحط عليها توبنجز إضافات فوقها. جميل. نكمل كريمي اللي هي كريمي أو دسم اللي هو خاص بالقشطة. كريمي إضافي. كسر الدقيق.
يعني فلاور. حفل التخرج يتخرج graduate. التخرج اسمه ايه؟ graduation. عندي سخن heat. الطبقة اسمها layer. ان انا اعمل شيء مثلا كعكة واعملها layers يعني طبقات. occasion مناسبة او مناسبة خاصة. الفرن بنقول عليه oven. صورة ملتقطة اسمها فوتو. سريع rapidly بمعنى بسرعة. رول اوت بمعنى يفرد. ان انا مثلا عندي الصوص بعمل بيتزا رول اوت ذا صوص بفرد الصوص على البيتزا. شيء بشكل سموث بمعنى سلس او ناعم، حاجه سلسه وناعمه. سبريد يفرد او ينشر. عندي تيرن يدير او ويقلب. لسه قايلين تيرن اوفر يقلب زي فليب. عندي وول حائط. كلمة دو الجي اتش صار لما بتنطقش دو هي العجينة. فيتا تشيز الجبنة الفيتا. جنتلي بلطف. جست الضيف. عسل هاني. موتزاريلا ايه الوحدة اللي تجوع دي؟ اويل زيت. بان مقلاة. عندي كلمة برومبت التعليمات او او التوجيه. ريتش غني. راوند مستدير او مدور، اي حاجة مدورة. شوبينج التسوق. وجبات اسمها سناكس. يلتصق او يلزق. ستيك لسه قايلين الدرس اللي فات تيرن اون يشغل، تيرن اوف يفصل. يست بمعنى الخميرة. ستروبريز الفراولة. واشنج ماشين اللي هي آلة اللي هي آلة الغسيل اللي هي الغسالة. عندي الافعال بريك بروكن. broken. let يسمح أو يدع. let rise rose risen. spin spun. spun. spread. التصريف الأول زي التاني زي التالت. عند stuck. ممتاز. نخش على السينونيم والانتونيم. عندي بانر بمعنى لافتة. لسه بنقول كلمة بوستر بنقول عليها الملصق. الفلاج يعني علم. عندي كلمة celebration احتفال. بارتي عندي حفلة. فيستيفال ممكن نقول مهرجان. سيرموني احتفال. جميل. عندي sadness الحزن. grieve الكآبة أو الحزن. clean up عملية التنظيف. clearing التوضيح. washing الغسيل. miss الفوضى. dirt القذارة. decorate يزين. adorn يجمل. هي وكلمة beautify الاتنين بمعنى يجمل. عندي deface يشوه أو يفسد. عندي spoil يفسد. flip يقلب. turn يقلب. rotate يقلب. عندي keep يحفظ. hold يمسك. steady ثابت. fluffy هش. soft ناعم. light خفيف. hard صلب. dense كثيف. flat مسطح. magnificent رائع. splendid وجراند دي بمعنى رائع. اما دي بردك بمعنى عظيم أو مهيب. ordinary أو ordinary عادي. plain سادة أو بسيط. عندي mixture الخليط. blend المزيج. combination كلهم بمعنى الخليط أو المزيج. عندي separation الفصل. isolation العزلة. special خاص أو مميز. unique فريد من نوعه. ordinary عادي. usual معتاد. common شائع. steady يقلب. mix يخلط. blend يمزج. still بمعنى يستقر أو يهدأ أو ما زال. عندي calm هادئ أو يهدأ. surprised مندهش. amazed مندهش. shocked مصدوم. astonished رائع. unsurprised غير مندهش. sick سميك. dense كثيف. heavy ثقيل. solid صلب. solid بمعنى صلب. عندي thin نحيف. light خفيف. unforgettable لا ينسى. memorable يمكن تذكره. remarkable بنقول عليها بارز أو ملحوظ. كلمة striking برضك بمعنى بارز أو هام. عندي forgettable قابل للنسيان. ordinary عادي. make a plan يضع خطة. make sure يتأكد. mix تاخد حرف الجر with. make a list أو write a list. turn off the light يطفي الأضواء. make pancakes يحضر البيتزا والفطاير. make the dough يعمل عجينة. يعمل ملصق اعلانات اسمه ميك اب بانر. let it rise. let هسه بنقول let وراه مفعول وراه الفعل فين؟ في المصدر. عندي take time يستغرق وقت ياخد وقته. عندي بشكل دائري in a round shape. لا استطيع الانتظار. I can't wait to hang a birthday banner يعلق يافطة عيد الميلاد. happy birthday
يضع على الحائط. put on the wall remove يزيل. ده حرف الجر ايه from. spin rapidly يدور بايه بسرعة. come together يعني يتجمع. do the laundry يعمل الايه الغسيل. don't forget to لا تنسى. at the end of وفي نهاية اليوم يقرأ اسم. mix the flour يخلط الدقيق. celebrate special moments يحتفل بايه باللحظات الهامة. chop into small pieces يقطع لقطع صغيرة. prepare the dough يجهز الايه يجهز العجين. نيجي بقيتها take photo يلتقط صور. عندي stick it on the wall يلزقها على الحيطة. great choice بنقول عليها خيار عظيم. great choice. put up a balloon كلمة put up a balloon معنى يعلق البالون زيها زي كلمة hang a balloon. scrambled eggs بيض مخفوق. عندي add the toppings يضيف الايه اضافات. do the clean up يعمل ايه التنظيف او الغسيل. do the shopping يقوم بالتسوق. في صيغة تانية اسمها go shopping. bake for flip on each side يقلب على كل جانب. mixed cheese بيتزا بالجبنة المخلوط. become thick and fluffy. spread tomato sauce يفرد صوص الطماطم على القمح. spread a thin layer يفرد طبقة من الايه من الصوص. نيجي للسفكس والبريفكس. عندي يحتفل celebrate الاسم منها celebration الاحتفال يبقى انا حولتها الاسم. decorate فعل يزين عايز احولها الاسم بقت decoration اللي هو التزيين. qualification qualify يتأهل. qualification المؤهلات حولتها الاسم. mix يخلط يبقى mixture ده الخليط. magnificent بمعنى رائع او مهيب. عندي كلمة scramble يخفق. طب عايز اجيبها صفة scrambled معنى مخفوق. surprise يدهش surprised مندهش. عندي forgettable قابل للنسيان. unforgettable لا ينسى. نكمل. عندي ايه صيغة الايه الامر والنهي. الامر بنستخدم الفعل فين في المصدر وراه تكملة الجملة. النهي بنستخدم don't او never والفعل فين في المصدر. هنا بيديني اوامر لفعل اشياء خطوات. mix the flour and water mix ده فعل في المصدر. don't turn don't النهي of the light be careful كون ايه حريص. عندي كلمة chop وكلمة chop يتسوق. chop ده فعل بمعنى يقطع لقطع صغيرة. قلنا كلمة cut يقطع وكلمة chop يقطع لقطع صغيرة. هي يقطع إلى أشياء صغيرة يبقى اسمها chop. chop the carrot قطع ليه carrots الجزر into small pieces لقطع صغيرة. هنا كلمة shop يتسوق أو يشتري من المتجر. I need to shop for groceries محتاج إن أنا أشتري بعض البقالة. وخدنا كمان إنها بمعنى متجر أو محل. النقطة اللي بعد كده كلمة flip وستير. flip بمعنى يقلب الشيء بسرعة زي إن إحنا بنعمل بيض مخفوق فأقلبه بسرعة يبقى دي اسمها flip. أما عندي كلمة ستير يقلب بعمل كوباية شاي فأنا بقلبها على طول بالمعلقة يبقى دي اسمها إيه ستير. هنا بمعنى دي الأولانية يقلب الشيء بسرعة على الجانب الآخر. flip the pancake on the other side. النقطة الثانية ستير يستمر في يقلب الشيء بشكل مستمر تجنب الالتصاق أو الخلط. عندك السليبريشن بمعنى احتفال عام او شخصي او عيد ميلاد. ده بكلمه سيرموني بنقول عليها طقوس زي الطقوس الدينيه كده. حدث رسمي غالبا به طقوس معينه. كلمه فيستيفال مهرجان مناسبه عامه واحتفاليه غالبا لمجتمع او ثقافه تستمر عده ايام. ده بنسميه الفيستيفال. يبقى سيليبريشن احتفال خاص. سيرموني طقوس معينه. فيستيفال عندي احتفال او مهرجان يستمر عده ايام. يقول لك كلهم مرتبط بالاحتفال لكن سيرموني رسمي. فيستيفال عام وجماهيري. سيليبريشن شخصي او صغير. جميل. ندخل على النص. عندي نص القرايه بيقول لي getting ready for my cousin's birthday party الاستعداد لحفله عيد ميلاد ابن عم. يقول لك last Friday الجمعه اللي فاتت my family prepared a birthday party عملنا حفله عيد ميلاد for my cousin لابن عمي عمر. حلو. everyone worked together الكل اشتغل مع بعض to make the day special عشان نخلي اليوم مميز. in the morning في الصباح my mom and aunt امي وعمتي made او خالتي made a plan عملوا خطه and wrote a list وكتبنا قائمه of what we needed اللي احنا محتاجينه. decoration زينه snacks وجبات خفيفه جوس عصير and birthday cake وكعكه عيد الميلاد. my sister and I helped our father ساعدنا ابونا do the shopping نعمل التسوق from the supermarket من السوبر ماركت. at home في البيت we started decorating بدأنا نزين the living room غرفة المعيشة. first we put up colorful balloons علقنا بالونات ملونة.
لايتس واضواء. then we made a big birthday banner، عملنا لافتة عيد ميلاد ضخمة and stuck it on the wall، ولزقناها على الايه، على الحيط. after that بعد ذلك my aunt made sandwiches، عملت سندوتشات، عمتي عملت سندوتشات while my mother prepared the cake، امي حضرت الكعك. we also did a quick كلين اب، عملنا تنظيف بسرعه to make the house look nice، عشان نخلي البيت شكله لطيف before the guests arrived، قبل ما الضيوف يوصلوا. when عمر arrived، لما عمر وصل we turned off lights، طفينا الاضواء and shouted وزعقنا وصرخنا، قلنا هابي بيرثداي، عيد ميلاد سعيد. he was so surprised، اتفاجئ and happy، وكان مبسوط. we played games، لعبنا العاب. took photos، التقطنا صور and enjoyed the food together، واستمتعنا بالطعام مع بعض. at the end of the day، في نهاية اليوم my grandmother said، جدتي قالت when a family works together، لما العيلة بتشتغل مع بعضها every celebration becomes unforgettable، كل احتفال بيصبح لا ايه، لا ينسى. جميل. يبقى ده التحضير لعيد الميلاد. الجزء الثاني عندي ديالوج بين الولد وامه، بيتكلم عن البيتزا المنزليه اللي مصنوعه في قلب المنزل. هوم ميد بيتزا، بيتزا. عندي الولد بيقول مام can we make pizza at home today، ينفع نعمل بيتزا في البيت النهارده؟ قالت له شور، بالتاكيد. first we need dough، محتاجين عجينه، توميتو صوص وصوص الطماطم and cheese وجبنه. قال لها what should I do first، أعمل إيه الأول؟ قالت له mix the flour، اخلط الدقيق، salt الملح، yeast الخميرة، to mix the dough عشان تعمل عجينة، then spread it، افردها، نفرد العجينة. الولد قال لها can I add the sauce on the top and the toppings، أضيف الصوص والإضافات؟ قالت له yes، أيوة. spread thin layer، انشر، افرد طبقة خفيفة أو نحيفة of sauce، من الصوص and add any toppings you like، وحط أي إضافات أنت بتحبها. قال لها great I will put olives، أحط زيتون and cheese وجبنة. what's next، قالت له، قال لها إيه التالي؟ لو we bake it for 10 or 15 minutes، بنخبزها من 10-15 دقيقة until the edges turned gold، لحد ما حواف البيتزا لونها يقلب ذهبي. الولد قال I can't wait to taste، مش قادر استنى عشان اتذوقها. الام قالت له home made pizza is always the best، البيتزا المصنوعه في المنزل هي الايه، الافضل. عندي الوصفه اللي بعدها يقول لي pancake، ريسيبي، وصفه البانكيك. باسم وام مام can we make a pancake at home، ينفع نعمل بانكيك في البيت؟ قالت له of course، بالطبع باسم. first we need the ingredients for the recipe، محتاجين المقادير عشان الوصفة. لا اوكي what should I do now، اعمل ايه دلوقتي؟ قالت له start by mixing the flour، ابدأ اخلط الدقيق، milk اللبن and eggs والبيض، وميك شور، اتأكد you mix well ان انت بتخلطهم كويس. so the mixture becomes smooth، عشان العجينة تطلع ايه ناعمة وسلسة. يقول لك باسم I think it looks good، اعتقد ان شكلها كويس. امه قالت له after that، بعد كده put some oil in a pan، حط شويه زيت في في طاسه. then pour it into pan slowly، ادلقها في في الطاسه ببطء. بس قال لها when do I turn it over، اقلبها امتى؟ قالت له you need to flip it after 1 or 2 minutes، اقلبها بعد دقيقه او دقيقتين on each side، على على كل جانب. قال لها can I add toppings at the end، أضيف إضافات في النهاية؟ قالت له yes you can add chocolate، تضيف شوكولاتة، honey عسل and fresh fruit، وفاكهة طازجة if you like، لو أنت حابب. بس قال لها I will add strawberries، هضيف فراولة، they are my favorite، المفضلة بالنسبة لي، great choice. جميل. النص اللي بعد كده بيقول لي how to make a mixed cheese pizza، ازاي نعمل بيتزا خليط الجبن. جميل. يقول لي making a mixed cheese pizza is easy، دي حاجة سهلة and fun ومرحة. first prepare the dough، جهز العجينة and let it rise، وسيبها تخمر وترتفع for 30 minutes، لمدة 30 دقيقة. next roll it out in a round shape، خليها في شكل مدور shape and spread tomato sauce، وافرد صوص الطماطم على القمة بتاعتها. then add mozzarella، ضيف الموتزاريلا، تشيدر وجبنة الشيدر and feta cheese، وجبنة الفيتا to make it creamy، عشان نخليها creamy and rich وغنية. after that بعد كده put a few spices for extra flavor، نحط توابل على على التوابل او نكهات اضافيه. bake the pizza، نخبز البيتزا in a hot oven، في فرن for 15 minutes، لمده 15 دقيقه. every enjoy your taste، استمتع بالمذاق. هوم ميد بيتزا، البيتزا المنزليه with your family. يبقى ده كان عمل بيتزا
خليط الجبن. عندي making scrambled بنعمل بيض مخفوق. يقول لي making a scrambled eggs تعمل بيض مخفوق is easy، دي حاجة سهلة جدا and quick وسريعة. first you need 3 eggs محتاجين 3 بيضات. قلت الملك وشوية لبن salt شوية ملح and butter شوية زبدة. break the eggs into a bowl كسر البيض في ايه في وعاء. to start add 2 tablespoon of milk اضيف معلقتين مليانين من الايه من اللبن and a little salt شويه ملح. mix everything well with a fork اخلط كل شيء بشوكه. after that بعد كده put some butter حط شويه زبده ماشي in a pan and heat it وسخنها في طاسه وسخنها. when the butter is hot لما الزبده تبقى سخنه pour the egg ادلق البيض خليط البيض mixture don't make the heat too high ما تخليش درجة الحرارة عالية. stir the eggs gently قلب البيض بلطف as they cook. after about 2 minutes بعد دقيقتين the eggs will become thick البيض هيبقى ايه كثيف and fluffy ومنفوش. finally في النهاية put them on a plate حطهم على الطبق and enjoy واستمتع. this is my grandmother's favorite recipe دي الوصفة المفضلة لجدتي. she always says دايما بتقول don't rush ما تستعجلش good food takes time الطعام الجيد ايه بياخد ايه وقت. يلا نطبق على الدرس. نطبق على التمارين. أول سؤال معايا بيقول لي a long piece of cloth قطعة من القماش on which something is written is مكتوب عليها يبقى بنقول عليها الايه اسمها البانر اللي هي اللوحة الإعلانية بانر. recipe وصفة mixture خليط بول بنقول عليه وعاء أو إناء غويط. نقطة رقم 2 to not is to turn over into a different position إنك تنتقل في موضع مختلف with a sudden quick movement بحركة مفاجئة يبقى اسمها ايه اسمها فليب. انها turn over يعني يقلب لموضع مختلف او مكان مختلف اسمها فليب. ستيل يقلب طهي او ايه او اكل. بيك يخبز بول يسكب. نقطة رقم 3 if something soft لو في حاجة soft ناعمة light خفيفة containing air جواها هوا it's described بنوصفها على انها ايه fluffy اللي هي هشة. كلمة sick بمعنى كثيف. كلمة rich غني. كريمي زي ما هي بيقولك. رقم 4 things and items أشياء وعناصر that are used together بنستخدم مع بعض to make a particular dish عشان نكون طبق معين. are يبقى بنسميها المقادير يبقى ingredients. decorations بمعنى الزينة. spices التوابل. toppings الإضافات. نقطة رقم 5 before you cook the vegetables قبل ما تطهي الخضروات you should not them in small pieces أعملهم لقطع صغيرة يبقى يقطع يبقى chop. عندي boil يغلي بيل يكشر. عندي mix يخلط. نقطة رقم 6 we made a big birthday عملنا حفلة عيد ميلاد ضخمة and stuck it on the wall عملنا لحفلة عيد الميلاد عملنا لسه قايلين بانر لوحة يبقى recipe وصفة. بول بمعنى إناء غويط. laundry بمعنى الغسيل متنفعش. النقطة رقم 7 يقول لي you need نقط the pancake after 1 to 2 minutes on each side محتاج إنك تعمل يبقى تقلب البانكيك لسه قايلين اهو يبقى فليب احطها على موضع اللي هو الشكل التاني. نقطة رقم 8 mix the flour milk and salt together اغلط الدقيق واللبن والملح مع بعض in the اخلطهم في البول اللي هو الإناء الغويط يبقى clean up عملية التنظيف. decoration تزيين. recipe وصفة. نقطة رقم 9 flour milk and eggs الدقيق واللبن والبيض are the main نقط for the pancake recipe لوصفة البانكيك يبقى بنقول مقادير لسه قايلين عليها ingredients. qualifications مؤهلات متنفعش. عندي celebration احتفال. decoration زينة. نقطة رقم 10 if a food is soft light لو الطعام ناعم خفيف and contains air وفي هوا we describe as بنوصفه على انه fluffy نقول هش جميل. نقطة رقم 11 عندي النقطة رقم 11 بيقول لي أول حاجة
please نقط the juice into the glasses for the guests. هعمل ايه العصير؟ يبقى pour بمعنى يسكب، mix يخلط، and stir يقلب، bake يخبز. نقطة رقم 12 I need to read the نقط to know how much flour to use. أقرأ إيه عشان أعرف كمية الدقيق اللي أنا هستخدمها. يبقى أنا محتاج أقرأ الإيه الوصفة، يبقى الريسيبي. كلمة بول بمعنى إنها ما تنفعش مني الدقيقة، شيف رئيس الطهاة. نقطة رقم 13 the view was absolutely منظر كان ماله بشكل لا يصدق. I have never seen anything so beautiful. عمري ما شفت حاجة زي كده. يبقى هنقول إيه magnificent بمعنى إيه معنى رائع. نقطة رقم 14 It's only takes one نقط to bake this thin piece of dough عشان تعمل العجينة دي. يبقى only takes one بياخد منك قد إيه دقيقة، يبقى 1 minute. من كلمة decoration تزيين، occasion مناسبة، graduation معنى تخرج. نقطة رقم 15 celebrate يحتفل. نبقى قلنا إيه we are going to celebrate my sister's graduation party next Friday. نقطة رقم 16 you should نقط the flour and yeast تاخد الدقيق والخميرة مع بعضها before adding إيه water. يبقى you should يخلط mix. وذا wedding 17 the wedding note was unforgettable كان لا ينسى and full of happy moments ومليء باللحظات السعيدة. يبقى نقول إيه يبقى wedding celebration هو حفل الإيه حفل الزفاف. جميل. نقطة رقم 18 I ordered the نقط cheese pizza and mozzarella and vita it was tasty. يبقى أنا طلبت إيه طلبت mixed إيه cheese بيتزا. يبقى بيتزا إيه بيتزا mixed cheese فهنقول إيه هنقول mixed. جميل. نقطة رقم 19 the not in the restaurant في المطعم prepared the best homemade pasta بيعمل أحسن باستا مصنوعة في المنزل. يبقى رئيس الطهاة والطباخ يبقى شيف. نقطة رقم 20 not is flour دقيق milk لبن eggs بيض is needed to make pancake محتاجينه عشان نعمل pancake ونسميه إيه mixture. نقطة رقم 1 اللي هو الخليط he studied hard درس بجد to get the necessary not for her new job عشان يحصل على إيه الوظيفة الجديدة. مؤهلات qualifications laundry غسيل snacks وجبات خفيفة spices توابل. 22 we used colorful lights استخدمنا أضواء ملونة as not for graduation party لحفلة الإيه التخرج. يبقى احنا بنعمل إيه نعمل زينة فبنسميه زينة decoration. عندي bowl بمعنى إناء table إيه سبون هتبقى معلقة إيه معلقة كبيرة بان معنى طاسة. كنت 23 do you prefer your eggs fried or تحب البيض بتاعك ماله نقول عليه مقلي ولا أومليت. يبقى بس scramble ولا مدحرج scramble. النقطة رقم 24 today نقط day because it's my mother birthday عيد ميلاد أمي. 24 تبقى عيد ميلاد أمي it's a special day يوم مميز. نقطة رقم 25 please put a نقط a knife on table for the guests حط إيه يبقى put a fork يعني شوكة. the chef كان نقط the pizza دو عجينة البيتزا in the air في الهواء to make it round عشان يخليها تلف وتدور. بيعمل ايه في عجينة البيتزا يبقى يلف ويدور يبقى spin. I love the smell حبيت الريحة. نقط bread coming out of zone الريحة اللي جاية من الفرن. يبقى ناخد هنا ايه المصنوعة في المنزل يبقى homemade فريش طازة سك كثيف. surprised ايه مفاجئ. apples تفاح strawberries الفراولة and bananas الموز are my favorite types أنواع المفضلة من الإيه الوجبات الخفيفة بنقول عليها snacks. عمر was very not كمله when we shouted happy birthday لما قلنا إيه عيد ميلاد سعيد. نقول إيه يبقى اتفاجئ أنا بوصف شخص يبقى صفة منتهية بإيدي يبقى surprised كان مندهش. add one نقط of honey من العسل to the mixture للخليط for extra flavor لطعم إضافي. يبقى هضيف ملء المعلقة يبقى بنسميها الإيه معلقة كبيرة بنسميها تيبل سبون. جميل. النقطة اللي بعدها 31
يقول لي my mother uses the washing machine. أمي بتستخدم الغسالة to do the laundry الغسيل before going to the supermarket قبل ما أروح السوبر ماركت. my mother wrote a note of what we need. كتبت إيه؟ كتبت list، كتبت قائمة بالحاجات اللي إحنا محتاجينها. our graduation day يوم التخرج was not we will always remember it كان يوم unforgettable لا ينسى كلنا هنفتكره. 34 he had not to catch the bus لازم يسرع أو يستعجل يبقى rush he had to rush to catch the bus. you can not the cake into a circle يبقى هنا بتكلم عن الإيه؟ على الكعكة يبقى يشكل هنا إيه؟ يبقى شيب يبقى ميكس يخلط بول بمعنى إيه؟ إناء أو سلطانية يبقى هنا شيب بمعنى يشكل. don't not in the classroom في الفصل ما تزعقش في الفصل don't shout. نقطة 37 after finishing university بعد الانتهاء من الجامعة we had a big نقط ceremony كان في احتفال ضخم يبقى ها after finishing university we had a big graduation ceremony احتفال تخرج ضخم. 38 we served small نقط like chips and nuts زي الرقائق والإيه مكسرات before dinner قبل الإيه قبل العشاء فهتبقى snacks اللي هي الوجبات الخفيفة بنقدم وجبات خفيفة. you should add some نضيف إيه like salt زي الملح and pepper والفلفل to the soup للشوربة نبقى نضيف إيه توابل اسمها spices. 40 the sauce of the dough الصوص بتاع العجينة عامل إيه ها يبقى انشر يبقى لك افرد الصوص بقى على العجينة on حرف الجر on يبقى spread the sauce on the dough. نقطة 41 I like نقط بيتزا بحب البيتزا I don't like restaurant food بحبش المطاعم ما بحبش إيه الأكل اللي من المطاعم يبقى الهوم إيه الهوم ميد. نقطة 42 we hung a colorful banner علقنا لوحة إعلانية ملونة on the wall على الحيطة. the synonym of banner عايز مرادف كلمة إيه banner يبقى أقول له اللي هو ملصق يعني بوستر. كلمة dirt بمعنى قذارة sadness الحزن mass بمعنى الفوضى. 43 the school organized a big celebration نظموا احتفال ضخم. the synonym of celebration مرادف كلمة إيه celebration احتفال يبقى احتفال يعني حفل يبقى بارتي عايز المرادف. sadness الحزن dirty قذارة مس الفوضى. we did clean up عملنا تنظيف after the party بعد الحفلة. the antonym of clean up مضاد التنظيف يبقى الفوضى. miss washing غسيل clearing توضيح ماشي. adorn the cake is fluffy and light الكعكة كانت هشة وخفيفة. the antonym of fluffy مضاد كلمة fluffy يبقى صلبة هنقول كانت hard ماشي. كلمة soft ناعم light خفيف splendid رائع. we saw a magnificent building شوفنا مبنى هائل أو ضخم أو رائع. the antonym of magnificent مضادها هتبقى شيء عادي يعني ordinary أو ordinary. عندي grand عظيم splendid رائع remarkable بارز أو ملحوظ. today is a special day النهاردة يوم مميز. for me بالنسبة لي the synonym of special مرادف كلمة special خاص أو مميز يبقى unique فريد من نوعه. stir the soup slowly قلب الشوربة ببطء. the synonym of stir مرادف كلمة يقلب يبقى mix يخلط. we was surprised by the gift كنا متفاجئين من الهدية. the synonym of surprised مرادف كلمة surprised يبقى amazed مندهش جميل. نقطة رقم 50 the soup is very thick الشوربة كثيفة. the antonym of thick حاجة كثيفة يبقى حاجة سن نحيفة. it was unforgettable day كان يوم لا ينسى. the synonym of unforgettable مرادف كلمة لا ينسى يبقى memorable يمكن تذكره. يبقى هو أنا عايز المرادف بتاعها. 52 الsuffix والprefix the party was full of joy and عايز أكمل كلمة celebrate يحتفل إن كفعل لا أنا عايز أحولها الاسم يبقى celebration أول الاحتفال يبقى TION to form a noun from decorate عايز أكون اسم من كلمة decorate يبقى decoration to form the noun from mix يبقى نضيف لها URE mixture بنسميه الخليط.
يبقى ميكستشر المفروض يبقى فيه تي، نقوم قايلين ايه TURE الميكستشر. ماشي. نقطة رقم 55 we add ايه had scrambled eggs for breakfast. the word scrambled and هنا عايز يعرف كلمة scrambled عبارة عن ايه، عبارة عن صفة adjective. add the prefix نقط to the forgettable to make opposite عشان نجيب التضاد، بضيف لها unforgettable لا ينسى. the palace القصر has magnificent hall ليه قاعات رائعة. the word magnificent عبارة عن ايه adjective بمعنى رائع. نقطة 58 before we start قبل ما نبدأ decorating تزيين we need نقطة plan نعمل خطة، يبقى ناخد الفعل make a plan. 59 we were very tired كنا تعبانين but not the end of the day ولكن في نهاية اليوم ناخد حرف الجر at the end of the at the end of the day at to cook the pancake عشان نطبخ البانكيك perfectly بعناية أو بشكل مثالي. you should flip them نقط each side تقلبهم على كلا الجانبين، يبقى ناخد حرف الجر on flip them on. it's time to sleep please نقط the light طفي النور، يشغل النور turn on ده بيطفئ النور يبقى turn off. my mother asked me to نقط a list of ingredients قائمة من المقادير we need to buy اللي احنا محتاجين نشتريها، يبقى to make a list. جميل. general exercise على الدرس الثالث والخامس والسادس. after doing the laundry بعد عمل الغسيل please نقط the clothes neatly الملابس بشكل مرتب and put them in the drawer وحطهم في الدرج، يبقى يطوي يطبق الهدوم يبقى fold. I like to eat my sandwich with some nut on the side أحب آكل مع الساندوتش بتاعي تبقى pickles مخلل. كوكيز اللي هو الكعك المحلى. نودلز اللي هي المعكرونة. بانكيك اللي هو البانكيك اللي هو الكعك المحلى. تشيز اند اوليفز الجبنة والزيتون are بيتزا عبارة عن إضافات بنقول عليها توبينجز. رقم 4 birthdays are happy عبارة عن occasion مناسبات خاصة. recipes وصفات. instruction تعليمات. layers طبقات. guests ضيوف. shopping تسوق. decoration تزيين. special خاصة ومميز. list قائمة. last Friday our family prepared the birthday party for my cousin عمر جهزت حفلة عيد ميلاد لابن عمي مين عمر. everyone worked together كله اشتغل مع بعض to make the day عشان نخلي اليوم خاص أو مميز، فنقول بقى خاص أو مميز يبقى special. جميل. in the morning my mother wrote أمي كتبت of what we need يبقى كتبت قائمة يعني لسه قايلين list LIST we need نقط محتاجين snacks juice and birthday من ضمن الحاجات احنا خدنا list وخدنا special. محتاجين الزينة بنقول عليها decoration اللي هي حاجة الزينة. جميل. my sister and I helped our father do the نقط for the supermarket يبقى نعمل من السوبر ماركت أكيد طبعا الشوبينج اللي هو التسوق. النقطة اللي بعدها ingredients مقادير. flavor طعم أو نكهة. spread يفرد. bake يخبز. دو عجينة. making a mixture cheese pizza عشان تعمل جبنة خليط جبن بيتزا خليط جبن is easy and fun سهل ومرح. first أولا prepare the نقط هجهز العجينة اللي هي أول نقطة اللي هي DOUGH جهز العجينة and let it rise for 30 minutes وخليها تبدأ ترتفع أو تخمر لمدة 30 دقيقة. next roll it out لفها in a round على شكل دائرة shape and نقط tomato sauce. بعد كده يفرد يبقى spread SPREAD يفرد صوص الطماطم. then add mozzarella أضيف الموتزاريلا cheddar and feta cheese to make it creamy and rich. after that بعد كده put a few pieces spices حط بعض التوابل for extra يبقى for extra يبقى flavor نكهة flavor FLAVOR نكهة. finally نقط the pizza يخبز يبقى bake. جميل.
النقطة اللي بعد كده قطعة الفهم، يقول لك many people use different devices every day، بيستخدموا أجهزة مختلفة كل يوم. the smartphone الهاتف الذكي is one of the most important devices، واحد من أهم الأمثلة. يقول لك help us stay connected with family، بتساعدنا نبقى مرتبطين بالعيلة and friends والأصدقاء. you can call، تقدر تتصل، text تراسل، use social media تستخدم السوشيال ميديا، سمارت فون والهاتف الذكي. يقول لك another important device، في جهاز تاني هو اللابتوب. laptops are very useful، مفيدة جدا for work and school، للشغل والمدرسة. people use them، الناس بتستخدمهم to write عشان تكتب، research عشان تعمل أبحاث، play games تلعب ألعاب. tablets are also important، مهمين جدا. they are good for reading، مهمين للقراءة. watching videos، مشاهدة الفيديوهات. some people like smart TVs، بعض الناس بتحب مشاهدة التلفاز الذكي because they can watch movies، يقدروا يشاهدوا أفلام. show on the internet، أو يعرضوها على النت. all these devices، كل الأجهزة دي مالها make our lives easier، خلت حياتنا أسهل and more fun، وأكثر متعة. they help us communicate، ساعدونا نتواصل. learn and entertain ourselves، نتعلم نستمتع ونرفه عن نفسنا. أول سؤال بيقول لي there are not devices in the passage، في كام جهاز؟ الأجهزة اللي اتذكرت هنا 4 أجهزة. أول حاجة اتذكرت معايا عندي اللابتوب، تاني حاجة سمارت فون، تالت حاجة معايا اتذكرت عندي هو التي في، ماشي، اللي هو التلفاز، وعندي ممكن نقول الانترنت اللي هو انترنت. بس هنا مش ده مش جهاز، يبقى احنا قلنا اللابتوب دي اول حاجة، سمارت فون اول حاجة، تاني حاجة اللابتوب، جميل. رابع حاجة، تالت حاجة التابلت، بعد كده التي في. يبقى أربع أجهزة. نقطة رقم 2، the word entertain is similar in meaning، كلمة entertain بمعنى يسلي أو يرفه، يبقى enjoy يعني يستمتع. النقطة اللي بعد كده what is the underline pronoun them، كلمة them بتعود على على اللابتوبس، على اللابتوبس. النقطة what is the main idea of the tickets، الموضوع بيتكلم عن the important أهمية the important of modern devices، أهمية الأجهزة الحديثة. جميل. السؤال اللي بعده بيقول لي which device do you think is the most important، أكثر جهاز من وجهة نظرك؟ طبعا الأهم. أنا من وجهة نظري هنقول السمارت فون. طب أنا ما هقول سمارت فون واسكت؟ لا طبعا، لازم نجيب السبب. فبيقول سمارت فون is the most important device، it helps us connected with family and friends، we can text، use social media and smart phone. دي كلها تبقى الإجابة رقم 5. جميل. السؤال اللي بعده سؤال الديالوج. بيقول لي هند is talking with the chef، بتتكلم مع الطباخ about scrambled eggs. بيقول لك what are you cooking today، بتطبخي النهاردة؟ قالت I'm making، النهاردة أنا بطبخ بنقول scrambled eggs، SCRAMBLED. جميل. what are the main، هيطلب المقادير، هنقول المقادير اللي بنقول عليها what is the main ingredients، INGREDIENTS ingredients، المقادير. النقطة اللي بعدها قال له you need 3 eggs، محتاج بيض، little milk، salt، ملح، and some butter، بعد الزبدة، for the pan، للطاسة. people love it، الناس بتحبها because the egg becomes thick، لأن البيض بيبقى سميك، البيض سميك and creamy،
يبقى creamy C، نقول creamy CREAMY. جميل. قال له I learned to make it a long time taught you this recipe. مين اللي علمك الوصفة دي؟ قالت my grandmother. يبقى بسأل عن فعل عاقل فاستخدم ايه؟ هو. تمام. يبقى كده نكون خلصنا الوحدة على ايه؟ على خير. اشوفكم ان شاء الله في الوحدة الجاية.